السلام عليكم واهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 10 أغسطس 2026. حاليا ماشي على محور الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة. قدام حضراتكم منطقة الوزارات، وهنشوف النهارده في جولتنا منطقة الوزارات وساحة الشعب ومجلس الشعب والشورى والحي الإداري ومسجد مصر الكبير ومنطقة الأبراج السياحية، مرورا بمنطقة التسوق والتنزه، ونرجع تاني نشوف الحي المالي ونشوف لحد المنطقة اللي احنا موجودين فيها. نلف في المربع ده كده بالكامل وهنشوف الدنيا وصلت لحد فين. زي ما حضراتكم شايفين كده دي منطقة الوزارات. المنطقة دي احنا صورناها زمان من 2021 و2020. كانت المنطقة صحراء خالص بالكامل. النهاردة فيها عدد كبير جدا من الموظفين ومن الناس اللي بترتاد المكان ده. كده بداية منطقة ساحة الشعب. ساحة الشعب مساحتها 360 ألف متر. عرض المكان اللي احنا ماشيين عليه ده 300 متر، وفي طول 1200 متر. قدام حضراتكم دي كده زي ما انتم شايفين دي المنصة الرئيسية بتاعت الاحتفالات اللي في الصورة دي كده. المنصة دي بتسع لعدد 300 فرد. قصاد مباشرة النصب التذكاري ده كده. النصب التذكاري كنا برضو مصورينه أيام زمان. النصب التذكاري بيتكون من جزئين، عبارة عن قوس شمالي وقوس شرقي وقوس غربي. وقصاد على طول مباشرة ساحة الشعب. طبعا في ظهر ساحة الشعب مباشرة مسجد مصر الكبير. عندنا مسجد مصر الكبير وبعدين ساحة الشعب وبعدين القصر الرئاسي من الجنوب أو من الشمال للجنوب كده في اتجاه واحد. هندخل جنب ساحة الشعب. ساحة الشعب زي ما قلت لحضراتكم مساحتها 360 ألف متر بطول 1200 متر في عرض 300 متر. كل ده قدام حضراتكم ده كده القصر الرئاسي. وبدأ يظهر كده مجلسي الشعب والشورى أو مجلس النواب ومجلس الشيوخ زي ما بقى اسمهم دلوقتي حاليا. ده مجلس النواب قصاد ساحة الشعب وقصاد رئاسة مجلس الوزراء. الناس ممكن ترجع للفيديوهات بتاعة 2020 وتشوف المكان كله كان صحراء بالكامل. طبعا ساحة الشعب موجود فيها 2 مسرح مكشوف بيسعوا حوالي 6400 كرسي. وفي منصة رئيسية زي ما قلت لحضراتكم شفتوها بتسع لعدد 300 فرد. وفي طبعا نافورة كبيرة جدا وفيها أطول ساري علم في العالم بارتفاع 185 متر. ده مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 26 فدان تقريبا 109 ألف متر. المبنى عبارة عن بدروم وأرضي وثمانية 8 أدوار متكررة. وفي في مباني خدمية زي مسجد وفي مركز طبي وفي محطة إطفاء وفي باركنج واسع لعدد 1500 سيارة. القاعة الرئيسية للمجلس النواب بتسع لعدد 1000 عضو، بالإضافة لمكاتب إدارية بتسع ل3200 موظف. والقبة الموجودة في مجلس الشعب قطرها 57 متر. الشركة المنفذة لمجلس الشعب هي شركة المقاولون العرب، والاستشاري المشروع جماعة المهندسين الاستشاريين ECG. زي ما حضراتكم شايفين ده مجلس النواب وبعده مجلس الشيوخ. واللي هناك دي مدينة العدالة. وهنا بدأ يظهر الحي الإداري قصاد مسجد مصر مباشرة. دي مدينة العدالة. وفي آخر محطة للمونوريل قصاد على طول قصاد مدينة العدالة. طبعا مدينة العدالة والحي الإداري لسه فيهم شغل كتير. قصادنا على طول الناحية التانية رئاسة مجلس الوزراء و34 مبنى وزاري موجودين في مجمع واحد أو في منطقة واحدة، بالإضافة طبعا لمنطقة البنوك. ده كده مسجد مصر الكبير. وقصادنا هنا على طول بداية الحي المالي. ده زي ما حضرتك شايفين كده ده الحي المالي. هنا بيعملوا متحف اسمه متحف أسماء الله الحسنى قصاد مسجد مصر الكبير. ولو كملنا من هنا كده نروح عند مدينة الفنون والثقافة والحي المالي والمحطة الخاصة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة اللي فيها محطة المونوريل ومحطة القطار الكهربائي. زي ما حضرتك شايفين دي مباني أو مولات إدارية. كل ده هيكون فينا متحف، وهنا في مباني إدارية أو مولات إدارية موجودة في المكان اللي قدام حضراتكم ده. المكان ده كله قصاد الساحة الشمالية لمسجد مصر الكبير. طبعا مسجد مصر الكبير أو المركز الإسلامي الثقافي الإسلامي اللي قدام حضراتكم ده كده
يعتبر أكبر مسجد في مصر وثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والحرم النبوي في المدينة المنورة. ولما بنقول كده ناس كتيرة جدا من إخواتنا في الجزائر بيعترضوا، معرفش ليه. المسجد مبني على طراز العمارة المصرية في العصر المملوكي على مساحة 476 ألف متر، والشركة المنفذة للمشروع هي شركة المقاولون العرب. زي ما حضرتك شايفين ده متحف أسماء الله الحسنى، هيكون موجود هنا بالإضافة لمتحف المتعلقات النبوية. ده هنا الساحة الشمالية لمسجد مصر الكبير. طبعا المسجد له قبة رئيسية قطرها 30 متر، وتعتبر من أكبر عدد قباب في العالم. المسجد من فوق فيه 12 قبة صغيرة و8 متوسطة. عدد القباب فوق المسجد 21 قبة، والمسجد له 3 مداخل بارتفاع 6 متر. زي ما احنا شايفين المسجد ده كان موجود على تبة عالية خالص، كنا مصورينه وهو لسه صخر، عبارة عن تبة عالية بارتفاع 24 متر. زي ما احنا شايفين كده الوضع دلوقتي. طبعا في مولات تجارية هتكون بجوار المسجد. المسجد ملحق بعدد 4 قاعات احتفالات وخاصة بالمناسبات والأعياد، منها قاعة لكبار الزوار. وملحق بالمسجد برضه مولات تجارية ومحلات تجارية لخدمة المصلين والزوار. المحلات والمولات على مساحة 8800 متر. موجود برضه في المسجد دار لتحفيظ القرآن أو دار القرآن الكريم على مساحة 6500 متر، عبارة عن 30 غرفة، كل غرفة فيها جزء من القرآن الكريم. حوائط الغرف منحوت عليها القرآن الكريم بخط جميل. وإن شاء الله المسجد ده يكون مزار عالمي يعني. هنا ده الحي السكني R8 قصاد حضراتكم، ده يعتبر قريب خالص من المكان اللي احنا موجودين فيه. لو دخلنا شمال كده محطة مدينة العدالة الخاصة بالمونوريل، آخر محطة موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. هنا الحي الدبلوماسي قدام حضراتكم ده كده مباشرة. وهنا كومباوند سيليا طلعت مصطفى ومنطقة المستثمرين. جنب المسجد على طول مباشرة هناك دي منطقة الأبراج السياحية هنشوفها دلوقتي. صف الأبراج السياحية على محور بن زايد الشمالي، ده كده محور بن زايد الشمالي اللي احنا ماشيين عليه. هنا على ايدينا اليمين ده مسجد مصر الكبير، زي ما قلت لحضراتكم على مساحة 476 ألف متر، وشركة المقاولون العرب هي اللي نفذت المشروع بالكامل. هنا الساحة الجنوبية للمسجد، وفي ساحة شمالية اللي احنا كنا ماشيين قدامها من اتجاه الشمال. طبعا شمال مسجد مصر الكبير موجود ساحة الشعب ومحور الوزارات، وبعد كده النصب التذكاري والقصر الرئاسي بالترتيب كده من ورا بعض كده. هنا كده جنب المسجد منطقة سوق الذهب ومنطقة الأبراج السياحية ومنطقة الداون تاون. هنا كومباوند سيليا طلعت مصطفى قدام حضراتكم موجود في قلب منطقة النهر الأخضر. وهنا منطقة سوق الذهب ومنطقة الأبراج السياحية، وفي محطة خاصة بالمسجد هنا جنب مول بوديا أو بوديا تاور قدام حضراتكم، خاص بشركة منصات. مساحة المشروع 4.5 فدان. المشروع عبارة عن أرضي و25 دور متكرر. بعد منه على طول قدام حضراتكم ده كده مشروع جرين ريفر تابع شركة مدن. مساحة المشروع 14,000 متر، أرضي و30 دور متكرر. وبعده على طول مشروع هيلتون تاور تابع شركة ميراج. مساحة المشروع 14,000 متر. هم شغالين دلوقتي حاليا، الناس اللي كانت بتسألنا في التليفون شغالين في أعمال الحفر وأعمال الخوازيق. المشروع أرضي و30 دور متكرر. ده كده كومباوند سيليا طلعت مصطفى على مساحة 500 فدان في قلب منطقة النهر الأخضر. طبعا منطقة النهر الأخضر سلسلة من الحدائق ممتدة على طول 35 كيلو متر من ابتداية العاصمة لحد نهاية العاصمة من الغرب للشرق. وبدأ يظهر قدام حضراتكم نايل بيزنس سيتي تابع شركة نايل، مشروع على مساحة 32 ألف متر، تقريبا 7.8 فدان في سنتر الأبراج السياحية. المشروع عبارة عن أرضي و5 أدوار تجاري، وبعد كده بيطلع منه 4 ناطحات سحاب
او 4 ابراج، كل برج بارتفاع 45 دور. يعني المشروع ارضي و50 دور متكرر. واجهة المشروع على محور بن زايد الشمالي 200 متر بارتفاع 232 متر. هيكون اطول فندق في افريقيا موجود هنا. نايل بيزنس سيتي تايكون تاور قدام حضراتكم. ده اعلى فندق في افريقيا. زي ما قلت لحضراتكم هيكون ارتفاعه 233 متر. ده ليفلز بيزنس تاور، مشروع تابع لشركة ايربن لاندز، ارضي و35 دور متكرر. برضو وصلوا لمستوى كويس جدا من الانشاءات بارتفاع كويس. ده كده ليفلز بيزنس تاور. طبعا جوه منطقة الابراج هنا سيرت وان نورث تابع شركة نايل بارتفاع 131 دور، 131 متر، عبارة عن 31 دور. خلاص بيشطبوا في الواجهات الخارجية للمشروع. ده سيرت وان نورث قدام حضراتكم في الصورة. وظاهر في الصورة من هنا البرج الأيقوني منطقة الأعمال المركزية. بعد سيرت وان نورث عندنا أوبسيديار تاور تابع شركة دبي، أرضي و25 دور متكرر. برضه نسبة الإنشاءات بقت ممتازة. مشروع على مساحة 13500 متر. بعده على طول أويا تاور أرضي و24 دور على مساحة 15000 متر، عبارة عن برجين. طبعا أوبسيديار 3 أبراج. بعده على طول بعد أويا عندنا بيراميدز بيزنس تاور أرضي و20 دور متكرر على مساحة 25,000 متر، تقريبا 6 فدادين. واللي في الصورة قدام حضراتكم ده اي بيزنس بارك تابع لشركة أركا. على الميدان الرئيسي تقاطع محور بن زايد الشمالي مع محور الماسة. ده كده اي بيزنس بارك. طبعا هنا منطقة التسوق والتنزه، في عدد كبير جدا من العمال موجودين في المكان، وفي شغل كبير جدا في مدخل منطقة الداون تاون. طبعا الداون تاون من المناطق اللي هتكون مميزة جدا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1364 فدان. أي نعم هي متأخرة شوية، بس كمستقبل هتكون من المناطق المميزة علشان الناس اللي بتسألنا. هنا منطقة التسوق والتنزه قدام حضراتكم ده كده يدور مول تابع لشركة هوم تاون على مساحة 10000 متر أرضي و5 متكرر. وطبعا ظهروا على طول في نبض مول او ماسترو مول، كان تابع لشركة ماروتا وبعد كده بقى تابع شركة راين. وقدام حضراتكم بيراميدز مول، وفي ظهره سمارت مول وازدان مول ومرسى مول وإذا مول. كل دي منطقة التسوق والتنزه موجودة على غرب محور الماسة، على محور الماسة غرب منطقة الداون تاون. مساحة المنطقة 35 فدان، عبارة عن 12 مشروع. ده كده بيراميدز مول زي ما انتوا حضراتكم، في ظهره ازدان مول وسمارت مول ومرسى مول وزا مول. وبعد بيراميدز مول لافايت مول تابع لشركة هوم تاون. زي ما حضراتكم شايفين كده ده القطار الكهربائي. ده طبعا القطار الكهربائي بيجي من محطة عدلي منصور في السلام، بيوصل للعاصمة الإدارية الجديدة، ودي المرحلة التانية منه بيجربوها وشغلوها دلوقتي حاليا. المرحلة التانية تكون من محطة فنون والثقافة لحد المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. هنا كده المحطة التبادلية بين الموجودة هنا محطة المونوريل، محطة فنون الثقافة، وهنا محطة قطار الكهرباء عشان الناس تبقى مفرقة. بس في مونوريل وفي قطار كهربائي. القطار الكهربائي الخفيف جاي من محطة عدلي منصور في السلام، بيمر على العبور ومستقبل سيتي والشروق وهليوبلس الجديدة ومدينة بدر وحدائق العاصمة، وبعد كده بيجي لحد ما يوصل للعاصمة الإدارية الجديدة. كده احنا وصلنا الحي المالي قدام حضراتكم بنك القاهرة، وبعد من قصاده على طول مبنى البريد. ده الميدان الرئيسي الموجود، أهم الميادين الموجودة في العاصمة الإدارية في الوقت الحالي.
طبعا هنا مبنى البورصة المصرية، وقصاده على طول هنا البنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي والبنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. هنا قصادنا ده الحي المالي، مدخل الحي المالي، منطقة البنوك ومنطقة الوزارات. ولو كملنا كده نروح عند منطقة ساحة الشعب ومجلس النواب اللي احنا كنا عنده في بداية الفيديو. دي كده كانت جولة سريعة في العاصمة الإدارية الجديدة. الناس في نهاية الفيديو ما تنساش تعملها لايك للفيديو وتشترك في قناتنا قناة المهندسين الوطنيين. ولو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يكتبه لنا في التعليقات، واحنا إن شاء الله تعالى بنحاول إن احنا نرد على كل الناس. طبعا كل ده الحي المالي قدام حضراتكم، دي كلها مولات موجودة في قلب الحي المالي. ده كده المولات الموجودة على الميدان الرئيسي قدام البنك المركزي المصري.